بعد هذه المقدمة المطولة من أبونا شمعون عن اللغة الأشورية والسريانية وكلام آخر يعني مفيد مشوق، سندخل الآن في الأحرف السريانية الأبجدية الأشورية. أبونا هذا وأنت عرضت أمامنا، فأنت كمل. معروض أمامكم الآن. نعم أكمل هسه. أنا على الأحرف قلنا أن هناك 22 حرف، وهذه الحروف لها شكلين. شكل اعتيادي هو هذا بالعمود الأول، تشوفوا بهذه هذا الجدول. هذه الحرف الصغير أو الاعتيادي، والآخر هو حرف الكبير أو السترانجيلو نسميه. أيوة. وقلت أنه الحرف الصغير هو اللي نستعمله في كتابة النصوص اليوم، والكبير يبقى فقط للعناوين والمانشيتات وغير ذلك. نجي إلى الحرف الأول، هو حرف ألب، يسمى ألب، وهو يقابل الهمزة أو الألف بالعربي، ويسمى ألب. وهذا هو شكله صغير، وهذا شكله والخطوط الخط الصغير اللي تشوفوه، وهذا يدل على أن هذا الخط يلتصق بالحروف الأخرى من أي جهة. فهنا مثلا هذا يلتصق فقط الألف من جهة اليمين، يعني مع ما قبله من الحروف، مثل العربي تقريبا كثيرة مثل العربي. هناك بعض كم حرف ما يطابق ويا العربي. أيوة. الحرف الباء بيت أيوة. هو طبعا يلتصق مع بالطرفين، من طرفين، من جهة. مثل ده على فكرة العبري ما بيلتصق. العربي ما مثل العربي والسرياني يلتصق. نعم. لهيك يقولون يعني عن حق انه الابجدية العربية اخذت عن الابجدية السريانية بسبب الالتصاق. ايضا ممكن هذه احدى الدلائل. ايضا دليل هذا دليل. ما يقدروش ياخذوها عن العبري لانه العبري لا يلتصق. ايوه فهمت علي؟ هذا دليل كبير هذا. نعم. ايوه يعني انتبهوا انه يعني مو عبط لانه الاحرف العبريه ولو انه في قرابه، هي نفس القرابه بين السرياني والعبري والعربي، لكن الابجديه الابجديه العبريه لا تلتصق. نعم. لا تلتصق. نكمل أبونا. فالباء بيت. ايوه. العربي. والجمل جمل. ايوه. جمل تلتصق ايضا من الطرفين مثل العربي الجيم. ايوه. جمل. طبعا نحن ما نقول جي، انما جي مثل المصريه. هنا كاتب انا كما في المصريه في الملاحظات. ايوه كما في المصريه تلفظ مثل ما بالمصري جي. جمل. ايوه. جمل. بعدين عندنا دلات الدال تلتصق فقط مع سابقتها مثل العربي. والهاء انتبه أبونا، هنا تنبيه مهم. نعم. الدلت تحتيها نقطة. نعم. الدلت هي هالشكلها، تحتها نقطة كبيرة، لأنه لو حطيت النقطة فوق بتصير راء. الريش راء. طبعا بالضبط. انتبهوا. هي أيوة. الراء والدال هي نفس الشيء. نعم. الراء والدال رسمها نفسه سواء في الاعتيادي أو في السترانجيلي، فقط أيوة. النقطة تحت دلت، وفي الريش راء هي فوقها. ايوه. فقط للملاحظه. فقط عشان يعني تعلمتوا حرفين بسهوله هيك. صحيح. وبعدين عندنا هي وهذه تلتصق فقط مع سابقتها من اليمين، ما تلتصق مثل الشمال، مو مثل العربي طبعا من جهتين تلتصق. تمام. صح. ايوه. يعني هي كأنها أبونا الهاء النهائية. ايوه العربي. نعم. الهاء العربية، بس نعم. انه الهاي بتيجي في كل مكان هنا. ايوه طبعا هي نفسها، هذه ما في فرق بين البداية والوسط والنهاية، هي نفسها. وتشوف أبونا انه الخط الكبير هي تشبه الهاء العربية بالأخير. الهاء بالهاء بالأخير لما بتكون ملتصقة تشبه الحرف الصغير. ايوه صح. مش هيك؟ صح بدون هالنقزة الوسطية. نعم. ايوه هي تقريبا مثل الهاء. أيوة. هاء المتصلة. نعم الأخيرة. ايوه الهاء المتصلة، ها مربوطة بنسميها المربوطة. ايوه الهاء المربوطة. ايوه.
اوكي هاء، فهاء نفس هاء العربيه، هي نسميها هي. كتبت انا بالحروف اللاتينيه لانه حتى تكون اللفظ احسن. هي الواحد ما ايوه، يقول لانه ها العرب ها صعب ها لا يعني نلفظها تحط ها ها كانه الحركات. ضحك ها. لازم واحد هي يحط الحركات الا ايه. هي نعم هي. بعدين صح. عندنا واو نفس مثل العربي، واو هي عباره عن مثل خمسه، عدد خمسه العربي. احنا دائما كنا صغار نقول خمسه عربي. واو. يعني هي واو بلا ذنب يعني العربي. ايوه كانه ايه راس الواو فقط العربي. ايوه الذنب ايوه ما له قصه. ايوه ايوه، قصه ذنبه. ايه الواو. فتلتصق مع ما سابق ما قبلها ومو ما بعدها ايضا مثل العربي نفس الشيء. واو واو واو. والزين بعدها يجي زين. زين ايوه الشكل هذا. ايوه الزين هو كالواو العربية ولكن راسه كبير وذيلها قصير، تمام. ايوه ايوه وراسه ايوه. راسه بيضوي هيك الراس ايه. مثل ومملوء. الفاصله، مثل مملوء مثل الفاصله. الفاصلة، ايوه ايوه مثل الفاصلة بس ايوه كبيرة الراس. ايوه. اوكي. فتلتصق هاي مع اللي قبلها، تنربط مع ما مثل قبلها. الزين، مثل مثل الزين الزين، العربي. الزين ايضا زين زين، حتى اسمها زين مثل العربي زين. ايوه. وعندنا حاء او الخاء. بالقديم كانت تلفظ حاء، ولكن اليوم نحن نلفظها خاء ايضا. ما اعرف ليش، طبعا من كسلنا يمكن لانه خاء اسهل من اللفظ. اه نحن الاشوريين الحديثين يعني من زمان مو من هسه، عندهم شويه مشكله مع الاحرف الحنجريه اللي تطلع من الحنجره. خاء حاء خاء. وعين ايوه وعاي هاي الثلاث حروف. ايوه هذه شويه عندهم مشكله بها، ما اعرف ليش. ايوه 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 فهذه خيط او حيت. ايوه. هي الحاء او الخاء. تشبه اللي هو طبعا الحية. تشبه الخاء الحية. وتشبه الحية، ايوه ركستين لها هيك هيك مائلتين. وترتبط طبعا من الطرفين، تلتصق من الطرفين ايوه ايوه مثل الحاء والخاء. ايوه وبعدين عندنا الطاء. طيت طيت او ايوه. طيث، يسوى ثاء بتاء طيت. تشبه نوعا ما الطاء، تشبه نوعا ايه ما تجي نوعا ما الطاء. كانه مقلوبه، ما اعرف شلون كيف. ايوه مثل هيك، هي ايه يعني مثل النشان، مثل النشان. مثل النيشان، ايوه الطاء. النيشان. نايم هيك ما واقف، نايم. ايوه 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 عفارم. ايه. ايه فهي تلتصق من الطرفين ايضا زي خطين ايه موجودين. ايوه طبعا هذا هالامر يشمل ايضا الخط السرنجيري نفس الشيء، يعني هالملاحظه هاي انه ملتصق من طرفين. نفس الشيء، ما في فرق بيناتهم. وبعدين عندنا يوت ياء. ايوه ياء هي نص تقريبا نصف خيط، تمام. لها ايوه فترة ركسه واحده، هون ركستين. ايوه 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 ايه ايوه ايوه ياء يوت. ايوه فتلتصق من الطرفين، والياء هي ياء. ايوه بعدين عندنا الكاب. كاب أو ايوه. كاف، هي كاف بالضبط، كاف مثل الكاف. هي تلتصق من الطرفين أيضا، وتشبه شوية يمكن الحاء والخاء العربية، تمام، بدون تمام حاء تمام. العربية ما في نقطة فيها. ما هي اللي عندنا المشكلة مع مع الخط الكوفي. نعم كما لما كنا نقرأ القرآن، يعني لما نيجي حرف مثل هيك نقول هاي ممكن حرف آخر. أيوة أيوة عفارم أوكي. عارف. أيوة أيوة. أيوة وهاي هنا الكاف عندنا مثل يمكن عربي، عندنا 3 أنواع من الكاف، يعني أيوة. أشكال. هي إذا كانت بالبداية وبالوسط، كتبت أنا بدائية ووسطية، تكتب هالشكل. ولكن إذا جت في النهاية وكانت مربوطة، لأنه الحرف اللي ما قبلها يقبل الربط من جهة اليسار، فتنربط وتكتب بها الصيغة. شوف أنا حطيت هذا الأصفر معه يبين تمام. تمام. هذا الأصفر، هاي كاف الوسطية، وهذا كاف الأخيرة المربوطة. أيوة أيوة المتصلة. أيوة وعندنا هذه أخرى عندما ما تكون متصلة أيوة. مع سابقتها، لأن مثلا إذا جت قدامها هي أو واو اللي ما تقبل الربط مع ما يليها، فتكتب بها الشكل. يعني نهائية. النهائية غير المتصلة، نعم، مثل العربي هذه. النهائية، أو إذا لحقها حرف لا يتصل. أيوة إذا سبقها حرف لا يتصل. لا يتبعها بالعكس. لا سبقها. إذا سبق حرف لا يتصل. لا يتصل، نعم، مثل الواو والهي والزين اللي ما أيوة يتصلون أيوة من أيوة أيوة أيوة. و... وعلى شرط إنه ما يلحقها حرف يتصل.
لا، إذا حرف يتصل فتنكتب هالصورة، توصل وبهالصورة تنكتب. ايوه عفوا. عارف ايوه الصورة؟ أنا طبعا ايوه تشوفون الإشارة مالتي لما نعمل. ايه الاصفر، أيوة. ايه شايفين ايه. هاي مهمة. وهذه كاف غير أخيرة منفصلة، أخيرة متصلة، هذه ايوه ايوه أخيرة منفصلة. ايوه وبعدين يجي الحرف اللام، لمد. لمد ايوه تشبه العربي، فقط أنها الخط العمودي هو مائل إلى اليسار. تمام. ايوه ايوه وأيضا لا، لمد، لمد، لام، وتتصل من طرفين كما في العربية. ايوه وعندنا بعدين الميم، ايوه لمد ميم، وهذه تتصل من الطرفين. وقلنا أيضا نوعين من الميم، الميم البدائية والوسطية تكتب هالشكل، بدائية ووسطية. والميم النهائية سواء متصلة أو منفصلة تكتب هالشكل، بالصيغة هذه. ايوه وطبعا ايوه تتصل فقط بالنهاية، تتصل فقط مع ما قبلها إذا كان يقبل الاتصال، إذا ما كان يقبل الاتصال تنكتب أيضا فوق على حدة هيك. ايه أيوة. ايه أيوة. بعدين عندنا حرف النون، نون نسميه أيضا نون مثل العربي، ميم ونون، ولا نون. تتصل من الطرفين مثل العربي، بدائية وسطية هالشكل. ولكن إذا جاءت بالنهاية وكانت متصلة مع ما قبلها تكتب بهالصيغة هذه. بس بتعرف ابونا بالعربي كمان نكتبها هيك كمان اوقات النون. أنا ما شايف إلى هسه ما التقيت. من انا لما تكتب من فلان الفلاني، من النون تكتب تماما هيك. عجيب. هيك تماما تماما، هي من. يعني ايوه أول مرة أنا أسمع هالشيء هذا. ايه هذاك انا يوم قلت شفتها أنت. أيوه. من. ايوه ايوه يعني انا قاريها كثير نكتبها من. إيه. بدل ما ايوه اكتبها بالطريقه هاي تماما نون. نون. أيوه. والنون هي تقريبا مثل النون العربيه، يعني لسن بس عليهاش نقطه فقط. ايوه النون ايوه النون الوسطيه والبدايه ايه والاوليه. النون الغير المتصله والمنفصله تنكتب بهالشكل، خط، ايوه ولكن ايوه راسه ايوه راسه شويه اسمه تخين. ايوه ايوه شرطه ايوه تحت السطر. ايوه ايوه بالضبط. ايوه ايوه نجي بعدين سمكه، السين، ايوه سمكه. ايوه. سمكه هذه تتصل من الطرفين مثل شو العربي. معنى كلمه سمكه ابونا بالسرياني؟ هل تعني سمكه؟ لأنه تجي لا. على قديم سماخ من سمخد، سمخد يعني سمكد يعني يعني وقفت سمكت. انا فكرت سمكي. لا لا، سمكة نونة، هي نونة، نون. ايوه 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 نون سمكت. ايوه سمكت. سمكت. احنا نفهم سمكت يعني تخنت. تخمد. يعني سميك، واحد سميك. إيه، ايوه ايوه سمكت. فهيك لا، بقول سمكت واحد. يعني من سماخ، سماخ، سمك، يعني استقر، وقف. سمك، سمكت ايوه ايوه بعدين عندنا العين، ايوه عيه هالشكل هذه، وتتصل من الطرفين. وهذه عيه ايضا، شفت عملتنا شويه هذه بالحرف الكوفي، بالكوفي. ايوه اللي تشبه الدال. الدال، الحاء في الوسط كثير كان. ايوه كان عندنا مشاكل في قراءة ايوه الكلمات ايوه القرآنية. يحود يعود. ايوه. ايوه بعدين تجي البي، الفاء. لا، ما ايوه عندنا فاء نسميها بي، باء يعني الباء المشددة. مثل اللاتيني بي. اظن ممكن تسميها الباء المشددة ابونا. ممكن فاء المشددة. باري بي. مثل باري. باغي. ايوه. ايوه ما اعرفش ايه نسميها بالعربي. باء. هذيك باء عادية، هاي باء بس نحن مشددة. تعرف العراق، نحن ليه؟ بما انه كان عندهم احتكاك كثير بالفارسي، والفارسي موجوده باء، فكثير كان يكتبوها باء تحت 3 نقاط. احنا آه بالعراق هيك نكتب الباء، نكتب الباء 3 نقاط تحتها، أيوه بدل أيوه نقطه أيوه 3 أيوه نقاط. أيوه آه، أيوه فهمت. إيه. إيه هاي البي. هاي ايوه البي. هاي بي. إيه. إيه غير موجوده في اللغه العربيه. إيه إيه والصاده، صاده اسمها صاده،
صاد مثل العربي، وتتصل فقط من الجهة اليمين، طبعا من الشمال ما خلافا عن العربي. إيه؟ العربي. أيوة. أيوه. لأنه استحالة التوسط، شكلها ما يقبل الاتصال معه. أوكي. أيوه. والقاف القوب، نسميها قوب. أيوه. وتتصل من الطرفين، هي مثل الصندوق قلنا. مثل الصندوق هذه. إيه مثل أيوه القاب، إحنا الصندوق. يقولوا مثل الصندوق. إيه فكرنا الذكاء. صندوق. وعندنا بعدين ريش، راء ريش. هي نفس الدال نفس فقط نقطة الدال، فوق. فقط النقطة بدل ما تكون تحت تكون فوق. شوف أبونا بالعبري الغريب إنه الدال والراء متشابهات، لكن هذيك هيك لما تكون مربعة مثل هيك يعني فيها زاوية، هاي بتكون دال، أما إذا كانت مدورة بتكون راء. أوكي، هذا هو الفرق بينهم. فقط. أما أنتوا عندكم الفرق بين الدال والراء هي فقط النقطة فوق ولا النقطة تحت. نعم. فاحفظوا النقطة فوق يعني الراس، روش. راء. وإذا كانت تحت بتكون أرض تحت. فهمت علي؟ فتحفظوا دنيا، يعني دنيا لما دنيا ملاحظة، دنيا ورأس. أيوه، دنيا ورأس، مشان فقط تتذكروا الكلمة. حلو. وهي الحرف الشين. أيوة. والشين هذه الشين، أيوه هالشكل. هاي مش ممكن تنسوها لأنه هذا أبونا شمعون. أيوه. هذا أبونا شمعون. من الطرفين تتصل. أيوه هذا هو أبونا شمعون. أيوه أبونا شمعون هذا هو. أيوة. وبعدين الحرف الأخير هو التاو. ويلتصق فقط من اليمين. تاو. هل القاموس أبونا تاعكم مرتب حسب الأبجدية العربية ولا الأبجدية السريانية؟ لا، أبجدية السريانية. لأنه بالعربي ألف باء تاء القاموس. أيوة. في زيادة بالعربي بالأبجدية. نعم. مو فقط لأنه بس ترتيب القاموس. نعم. هو الأبجدية العربية مش الأبجدية السريانية. لا، الأبجدية السريانية، ولهذا أنا عندي صعوبة شوية بالأبجدية العربية بالقاموس، مخليه قدامي عاملها كاتبها ولصقها على جانب الكمبيوتر. نفس الشيء. افتح السريان العربي قاموس اباوع، لانه انسى انه ترتيب الحروف العربي شويه مشكله هي. نفس الشيء بالنسبه لترتيب الاحرف العربيه يختلف عن ترتيب الاحرف الفرنسيه والانجليزيه، مش هيك؟ ايوه. فهم القاموس تاعهم ابجد هوس حطي كلام صعفت كرشت بعشر. هي ايوه هي هذه. فهذا الترتيب الأبجدية بالآشورية والسريانية والكلداني هو بالضبط ينطبق على هاي أبجد هوس. هو موجودة هون، شوف كاتبها أنه هذه الحروف تجمع حسب ترتيبها الأبجدي في 6 كلمات، هي أبجد، هوز، أبجد، هوز، حطي أو خطي، كل من، مو كلام، كل من بالضبط. يعني أيوة. يعني كل من أيوة. صعبس. أيوة. قرشت. أيوة. رتبتها هيك تحتها بالعربي. حلو، أحسن يكون. أوكي. أيوة. في سؤال أستاذ سامي؟ أبونا هنا ألاحظ عندي هنا أمامي كتاب القواعد العبرية. نفس الترتيب تاعكم. نفس الترتيب تاعكم، آخر حرف هو التاء مثلكم. نفس ترتيب الأبجدي تاع اللغة العبرية هو نفس الترتيب الأبجدي تاع اللغة الأشورية. شفت علي؟ وكلنا 2 هي 22 حرف. يعني فقط فالقاموس العبري هو حسب أبجد يعني الترتيب السرياني أو الأشوري، والترتيب العبري ونفس الشيء. بينما القاموس العربي هو الترتيب العربي ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء وإلى آخره. فهمتم؟ يختلف. أيوة فقط. تفضل أبونا. أيوة. هسه هاي الحروف الأساسية الموجودة. أيوة. لكن هناك حروف أخرى نسميها نحن نفس الحروف هذه، بس ندخل عليها بعض النقاط أو العلامات. أيوة. نعطي الألفاظ اللي ما موجودة أصلا باللغة الآشورية وكل اللغات السامية تقريبا، ما عدا العربية. هل ما كان موجودة بها كثير من الألفاظ.
فلأنه جدتي دخلت بمرور هالمئة آلاف السنين، دخلت كلمات من اللغات المجاورة، حتى واحد يقدر يكتبها. العلماء طبعا أدخلوا بعض التغييرات، يعني أضافوا بعض النقاط أو الخطوط على الحروف حتى تعطي. أبونا أنت بتسموه أنت بتسموهم علماء اللغة. أيوة. إحنا بالعربي عامة نسموهم اللغويون. اللغويون، هي لغوية يعني عالم لغة، يعني لينغويست. لغوي، اللغويون. أيوة، بس اللغويون. لأنه أيوة اللغويون. هو عامة علماء وعلماء الفيزياء ولا هذا، مو علماء الدين برضه. علماء الدين ايوه. لا، طبعا انا هذول ترجمت رجال دين خطأ الى العربي. نحن ايضا باللغه الاشوريه ما نقول علماء شو اسمه، ولكن نقول ملشنانه بالضبط، يعني لغويون. ايوه، عفارم عليك. هي لشنان، لشانه لغه، ملشنانه لغويون، اللسانيون. اللسانيون بالضبط. ايوه ايوه فاظن ايوه. انا خلي انا قلت اذا اكتبها هيك يمكن ما يفهموها العربي. لا، مو لسانيون، تكتب اللغويون. اللغويون، ايه، مو علماء اللغة. أنا عمد اعتقلت اللغويون. كتبت على مثل علماء الدين علماء اللغة. اعتقد يمكن ما في العرب أكثر مشكلة، يفهموها. لأنه لا يعني يستكبرها أبونا، أيوة. يستكبرها. لكن ما أنت تقول اللغويون بيكون يعني متخصصين باللغة، بس أنت باللغة حر. بالضبط. نحن أنت هيك حر. نحن هيك نقول أبونا بالضبط. عندي ملاحظة لشنانة. هلا. أنتوا شو تسموا أبونا إذا بتقول اللغة؟ كلمة اللغة ماذا هي باللغة هي السريعة؟ لشانة، لسان، ما عندنا كلمة لغة، بس لسان. بتعرف بالعبري شو يقولوا؟ اه هالشفاه. الشيف. انتوا يعني الشفاه، واو. انتوا بتستعملوا اللسان، هم بيستعملوا الشفاه. اها. هالشفاه عبريت. هاي ما عرفته، كنت اعرف شفت؟ الشفاء. هالشفاه هي شوف، هي لسان عندي. حتى يعني اللاتيني لينغوا، لسان، هي لينغوا. ايوه ايوه، بس بالعبري هو الشفاه. شفاه عجيب. الشفاه، الشفاه. حلو، ايوه لانه يعني بها وجهه نظر انه انسان يستعمل شفتيه حتى يلفظ يتكلم. ايوه، فقط إيه. للتنبيه. احنا حلو، بس اشكرك على هالملاحظه، ما كنت اعرف. بس احنا بالعربي نقول اللغه، بس اللغه. كلمه لغه مو عربيه، نعم. انتبهوا. ايوه. كلمة لغة هي الكلمة يونانية. نعم. نعم. يعني احنا بنستعمل كلمة عربية، بس احنا بنسمي اللسان العربي، ليك بسموه لسان العرب. وهو صحيح، صح، يعني هي كلمه ساميه حقيقيه، لسان ايوه العرب. ايوه، وهو اما لغه كلمة هي لوجيه اليونان. لانه بالقرآن لم تأتي كلمة لغة، شفت، لانه لم حقيقه لم لغه. تذكر. ايوه. ايوه. لسان عربي. ايوه. بس هناك في كلمة إنك لغوي. لغوي يعني ده قصة موسى. اه لغوي، إنك لغوي يعني. يعني تلغي كثير. لا لا، يعني لا. مو بهذا المعنى أبونا، يعني غاوي ومثل هيك، بهذا المعنى. اه أنا بشوف لك بعدين الكلمة بالتمام، بس لغوي يعني هذا بالقرآن هيك إيه يسمى إيه مكتوب. إيه إيه إيه، بس هاي الكلمة تعني غير شيء عن اللي احنا نفهمه. أعطيك الجملة لأنه هاي مهمة مشان نعرف ارتباط الكلمات مع بعض، مشان نعرف ارتباط الكلمات مع سوا. يعني مو عبط الشغلة. الشغلة مو عبط. أنا فرجيكم، أشوف لكم إياهم شو يقولون هنا. أنا عايز أفتح هذا قاموس القرآن مشان أشوفكم شو جت، علشان واحد ما يغلطش، يعني انه يقول هاي الكلمة جاءت في القرآن. لا، لغوي. لغوي يعني فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين.
فاهم علي؟ بس لغوي هذا لا تعني يعني صاحب لغة، لا. يعني هو غوي ايوه وعليه لا لام للتأكيد. ايوه ايوه، هيك انا هي اشوف كلمة لك. غوي غوى. ايوه اظن هو هيك. انا يمكن هشوف لك هيك إيه لغوي. لغوي. اشوف لك هنا معاني اللغة القرآنية من وين جت لغوي. بس بعدين هم ادخلوا اللغو، لغوي مبين. انك لغوي، هنا لغوي من فعل غوى، غوى هي غوى واللام هي يعني للتأكيد. ضال عن الرشد. أيوة. واللام هو شو اسمه، يعني اللام هو إضافة أيوة للتأكيد. للتأكيد، مثل ما أقول لا أي لعالم كبير، لا أي إنه أيوة. لعالم. عالم. يعني باللغة بالقرآن جاءت لغوي بهذا المعنى. لغوي يعني، بس هي يعني تفهم إنك تلغي. من غير الفعل. أوكي. بس جاءت كلمة اللغو، اللغو بس هي مش في القرآن، يعني الكلام الذي لا معنى له. لا معنى له. نعم نعم. اللغو، اللغو أو احنا بنسميه بالعربي الحشو. حشو. الحشو أو اللغو هي بنفس احنا الكلمتين. بالعراق نستعمل كلمة يمكن فارسية، أنا ما أعرف طبعا فارسي، لأنه نقول لوشة، هذا كثير لوشة يعني لا بلوك. يلغي كثير لوشة. بلوك، بلوك، بلوك لوشة. بالحكي، بلوك لوشة. بالحكي لوتشا. يلوك. آه لوتشا، لأنه الكاف عندكم هو التشيم. لا اللي يستعمل تشاء الكاف أيضا، هي تشي التشيم. العراقيين جيم عندهم تشاء عندهم. والتشاء على فكرة أيضا التشاء تكتب بجيم تحتها 3 نقاط. أيوة مثل جنيف، لما تكتب كلمة جنيف إيه. بالعربي، إذا عايز تكتب 3 نقط تحت الجيم. جنيف. أيوة. ج. وفيكتوريا لما تكتب فيكتوريا تكتب نقطة فوق، 3 نقط فوق الفاء. فأيوة بالضبط. نعم نعم نعم، مثل هي هاي إدخالات بهذا الشكل، عشان اجتهادات. تفهموا شو يعني بالحروف اللينة. كملنا أبونا الحروف أوكي أيوة. نعم. هلا نشوف الحروف اللي نسميها لينة. أتواتي، ركيخة. أتواتي، ركيخة، يعني الحروف اللينة. هل هي يعني ركيكة؟ والرخوة. هل تعني ركيكة؟ لا. الرخوة ركيكة. يعني لينة لينة. أيوة. تلين يعني الباء، نحن مثلا هذا اللفظ ب هو قاسي، فلما يلين يصير في أو و، فعلى أساس آه. يكون ألين يعني لللفظ. مثل على أساس فيرونيك، مثل فيرونيك. فيرونيك بدل بيرونيك فيرونيك. أوكي. أيوة فيرونيك. أيوة. فقولي عدم وجود حروف محددة لبعض الألفاظ الواردة في كلمات دخلت إلى اللغة الشيعية من لغات أخرى، عمد علماء اللغة أو اللغويون، هاي راح عملها أيوة اللغويون. أيوة. هذه أيوة اللغويون. حلو. عمد اللغويون إلى حلو لأنه علماء، يعني بفكر علماء ذرة. اللغوية يعني مختص عمد باللغة. اللغوي إلى إدخال علامات معينة على بعض الحروف لإعطائها اللفظ الجديد. وهذه العلامات هي على نوعين: إما نقطة كبيرة، مهم هاي كبيرة، أو نقطة كبيرة توضع تحت الحرف، أو خط قصير متموج اللي تسميه مدمو، أيوة إيه، أيوة يوضع تحت الحرف أو فوقه، ممكن فوقه إذا كان تحته مشغول بالحركات الأخرى، كما أيوة. ترى في اللوحة الآن. صراحة شوف إيه هي تفضل. هاي كم وحدة؟ هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. الباء أولها الباء بيت. أيوة نحط نقطة هاي كبيرة تحتها هون أيوة حتى تصير نلفظها واو أيضا. طبعا بالأصل كان تلفظ في الإنجليزي في، أيوة. لكن بمرور الزمن ما أعرف ليش آبائنا سووها أيضا واو، قاموا يلفظوها واو ما هو فتصير واو. أبونا شوف أبونا مثلا بالعبري تل أبيب هو تل أفيف. أيوة عبري عندهم هاي في. إيه نحن الفي تركناها ما أعرف ليش. هي باء بس أفيف. اها. آه، هم اللي آه، يلفظوها في. ايوه تل ايوه. أفيف احنا بنقول يعني بفرنسا تل بدون أفيف. اي اضافه على الباء يلفظوها هيك. لا أظن يضيفون لها شيء. أيوة يضيفون يضيفون لها لازم شيء. شيء حتى تصير من باء تصير في. ما بعرف، مش متأكد، بس يعني هي هيك. ايه. أيوة. فنحن عندنا هاي أبيب يعني نقطه، الربيع. نحط نقطه الربيع. كبيره واحد.
وبعدين في طبعا شو اسمه بالاشوري القديم او الارامي القديم هناك قواعد متى تلفظ ب ومتى تلفظ و. ايوه هناك أيوة. قواعد انا أيوة. لأن كان كثير يغلطون بها ايضا الشمام يساعدنا لما يقرون هذه اللغه القديمه، فانا كان عملت اخذت القواعد كلها حطيتها باللغه الاشوريه وباللغه العربيه ايضا. أيوة. عملتها هاي طبعتها على اوراق، خليتها هناك مكان القراءه في الكنيسه. واعطيت لكل شماس، انا كنت دائما كثير اركز عليها، اقول لا غلط لا تلفظها هون باء، لا تلفظها واو مو باء. حتى لا يخطأ في القراءة. أيوة لا ايوه يخطأ في القراءة في اللفظ. أيوة. في الكنيسة. ايوه 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 أيوة. ايوه كذلك الجمل، الجيم جي الجمل، نحط ايوه. نقطة كبيرة حتى تصير غاء العربية غاء. غين لأنه ما في غاء تصير غاء. يعني احنا بنحط النقطة فوق، هم بحطوا نقطة تحت مشان يسوى غين. ايوه غين ايوه ايوه. وكذلك لما نريد نقول جي، لأنه جي ما موجودة هذا اللفظ جي باللغة الأشورية وهذه، فشو نعمل؟ نحط تحت الجمل تحت الجي نحط هالخط المتموج اللي تسميه مدة أنت يمكن ايوه سميها مدة. بسميها مدة. أيوه هذه مدة، عارف أنت خليها هون مدة، المدة او المدة. ايوه ايوه بالهاء مو ايوه بس شد على الدال. الدال المدة. أيوه اللي يكون مضبوط. أوكي. والتاء عليها نقطتين ابونا. مدته. المدة ايوه التال قصيرة مو الهاء. أوكي مادة. ايوه هو كذلك. ايوه المادة تاء. ايوه فهيك تصير جي حتى نقدر أيوة. عندنا كلمة جلدة طبعا بالحديث او بالمعاصر، بالقديم ما فيه الكلمة جلدة، هاي دخلت من الهندي. تصور هندي من الهند، هندي كلمة معناها سريع بالعجل، عجل. جلدة جلدة. ايوه 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 ايوه. طيب ايوه. والدال نحط نقطة أخرى، هي نقطة الأصلية عدا نقطة الأصلية، نقطة أخرى تحتها حتى تصير ذال. ايوه 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 الذال. ايوه ايوه بسيط. أيوة. والكاف أيضا لأنه ما عندنا خاء بالأصل، ولو الحاء هاي الخاء اللي شفناها هي حاء بالأصل، فعمدوا أنه يدخلون خاء، يعملوها يركبوها من نقطة كبيرة تحت الكاف حتى تصير خاء. اوكي. وطبعا الكلمات مختلفة بين الحاء والخاء، مثلا كوكب كوكب مو تمام، كوكب العربي نحن نسوي كوخوة. كوخوة. فالكاف الثانية تحط النقطة تحتها حتى تصير خاء. كوخوة. ايوه ايوه مش كاف. مش كوخوة. مرتين كاف. مش مرة كاف ومرة كوخوة. كوخة. هاي تجي لما الواحد يشوف كلمات أكثر راح يكون يعتاد عليها. بعدين عندنا أيضا الحرف تشي، ما في باللغة الآثورية تشي لا جي ولا مو جي، إنما تشي. هاي من الفارسي. فارسي طبعا دخلت أيضا، وإنجليزي هي تشي سي اتش تشيرش مثل بالتشيرش. فعملوا إيش الكاف تحتها هذه المادة حتى تصير تشي، حتى يعطون لفظ تشي. ايوه. وهي فارسي كثير، في عندنا كلمات فارسية داخلة عندنا. فالهاي مثلا شمشة. شمشة أيضا يقال أنه هندية، ما أعرف شمشة. شو تعني؟ شمشة يعني الخاشوق الملعقة. شمشة. شمشة شمشة نسميها شمشة، أظن هي هندية. وبعدين الفاء، حرف الفاء ما في، هو الباء هو، فحتى يصير فاء يحطون هالقوس تحتها. قوس. تشوف هذا قوس. ايوه هنا غير غريب انه الفاء مش موجوده بالسرياني. لا ما موجود بالسرياني، عندنا الشريان الشرقي ما موجوده، بالغربي بالعكس هي الاصليه هي فاء
حتى تصير باء يمكن يعملون شيء آخر عليها، ولكن نحن بالشرقي الفاء ما في باء، لا نحن ولا الكلدان، يعني سواء الأشوريين والكلدان ما في عندهم فاء. فهمت. هي. فهمت. فحتى تصير فاء هي نحط لها القوس، وما في إلا 3-4 كلمات بها فاء، وهذه أيضا الفاء ما نلفظها فاء اليوم، نلفظها واو أيضا. شايف؟ فمثلا في كلمة نفشة بالآرامي القديم، نفشة يعني نفس. ايوه نحن نكتبها هذه نلفظها نوشة. ايوه فهمت. نوشة. ايوه نوشة. ايوه فأيضا تصير واو. ايوه اوكي. بعدين عندنا دخلت كلمات من الفارسي والتركي وغيرها اللي بيها ج، والكردي ج مثل جي فرنسي. جي هذه ما في باللغه الاشوريه ولا الاراميه، قديمه ولا حديثه، فلذلك ادخلناها هذه، نحط ماده تحت المادة. الماده هذه ممكن توضع تحت او فوق. اذا كان تحت مثلا هاي بالجي والكاف، الشين والكاف، اذا كان مثلا هناك زلامه يعني الكسره يعني نقطتين تحت، فتكون مشغوله تحت كثير فنحطها فوقها. ايوه لانه بعدين احنا نشوف انه بحطوا حركات اللي بعد اوقات بتتنافس مع هذول العلامات. العلامات. ايوه هي المشكله. ايوه فنن حطها فوقها يعني. انجبروا. اوكي. فالشين هذا تصير جي مثل فرنسي جان، في جان، لانه الكراتم عندهم جي كثير، واللغات السلافيه كثير بيها جي، حرف جي. السلافيه كلها، منقوسي والبولندي والهذه. المهم السلافي. بعدين الاخير هو التاء تاو، حتى تصير ثاء ثي ما عندنا ايضا. ايوه فنحط نقطة كبيرة تحت التاو بهالصورة هذه، تصير ثي تاو. ايوه هي هاي كل الحروف الموجودة مع الإضافات الجديدة اللي صارت عليها كل هذه. حلو. يعني هلا صار عندكم 22 هذاك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني صار 31. ايوه صار 31 مع بطبيعة الحال اذا العربي كمان بتزود عليه اشياء، في عندنا امور مثل هيك. التشي والجي والكاف بحطوا عليها، حطوا عليها شرطة مشان اللي لما بتيجي كلمة فارسية جي بالضبط. ايوه تمام صحيح تمام. العلامات هي حلوة. شوف الاحتكاك بين اللغات والشعوب المختلفة، فيكون هناك أخذ وعطاء في هالأمور، وحلوة يعني. أنا أعتبر هذا غنى. قسم من جماعتنا مثلا يعتبروا لا هذا نقص، فما يريدون، ما يستعملون أبدا الكلمات اللي دخلت في اللغة، يروحون يدورون بالقواميس يجيبون الكلمة الأصلية القديمة. فطبعا كثير مرات الكلمات الأصلية أولا غير متعود عليها الشعب، ثانيا تكون قسم منها تكون ثقيلة، أما اللغة مثل الكلمة الحديثة اللي دخلت تكون يعني أخف للنطق. وهذه أنا أقول دائما، هذه كان نظريتي أنا، كان هذا رأيي يقول أنه لا نستحي، مو مشكلة، مو فض نقص، مو نقيصة، هذا الشيء موجود بكل لغات العالم، وهي علامة للحيوية، يعني حيوية. ما هو حتى الفرنسي أخذ أكثر من 700 كلمة عربية. أيوة ليش لا؟ اللغة الفرنسية نعم أخذ وعطاء يكون كلمة عربية، مو مشكلة لأنه ثقافات. احنا اليوم بنقول تلفون، بس في ناس بقول لك لا هاتف. نحن أيضا مثلا تليفون، قسم يقول لا ما يستعمل تليفون، يقول خوطة ملالة. خوطة ملالة يعني شو؟ كلمتين. ومعناها الحرفي يعني الخط المتكلم. تعرف لأنه يقال أنه تليفون هي جاية من اليوناني تيلي وفونوس، يعني الصوت البعيد. الصوت البعيد هو فنحن سواه خوطة ملالة،
الصوت من خلال السلك، من خلال السلك يعني. ايوه ايوه. لكن ليش التليفون انتهى وراح. تعرف احنا عندنا يسموه بدل الموبايل التليفون المتنقل هذا بسموه الجوال. ايه جوال قسم. ايه الجوال، يعني إيه. كل واحد. التلفزيون ده هم شو سموه المرئي ولا شو؟ المرئي. ايه نحن ايضا تلفزيون قسم يقول لا، ما لا تقول تلفزيون، قول الكلمه الاصليه عندنا هي برس خزوه. برس خزوه كلمتين ايضا. ايوه. فلا ماكو لزوم، انا ما يعني التعصب ما لازم في الامور لا دي. مو ضرورة، ولا أنا موافق على الحكي ينفتح هذا. اي فعلا وقت فعلا يرتاح. فعلا. ايه فهذه هسه انتهينا من الاحرف، ونجي على آه، طريقه رسم الحروف. انا حطيتها هاي طبعا من عندي انه يلا هاي حلو. كمساعده لهذه أيوه يعني. حلو. هاي الخطوات اللي الواحد يتبعها حتى يقدر يكتب اسرع يعني. وهذه اولا انه طبعا دائما من على الخط نحط قلمنا وايدنا على الخط على السطر، أيوه ونتحرك نحو اليمين من اليسار من اليمين لليسار عفوا. أيوه طبعا بداية من أيوه اليمين مثل العربي، مثل العربي. أيوه وبعدين التحرك يكون من اليمين إلى اليسار، تمام قلنا. والتحرك يكون من السطر إلى الأعلى أو من السطر إلى الأسفل يعني. أيوه. لأن بعض دائما الحروف تبدأ من لها السطر. صعود. أنت دائما من السطر. دائما من السطر. وفي وهذه شمال من طبعا فيها اليمين حكمة، لأنه لليسار. بعدين حتى واحد يلصقها مع الثانية مع الحرف اللي أيوه يليه يكون أسهل. أيوه. فهمت أوكي. فهمت فهمت. فكما مبين بالشكل، أنا عملت هذا الشكل بالإيد طبعا، رسمته القلم مثلا هيك ممتاز، هذا أولا، ممتاز. ثانيا أنا أحب الخطوات كثير، أحب كثير هذه الطريقة، حلو جدا. تبعها. شفت حلو هيك جدا. وهيك. أيوه قسم أيوه. مثلا يعملوا، أنا أتذكر لما كان صغار نعملها هيك، وأنا بعدين نحط من فوق ننزل هيك. آه قلت ليش هيك وهيك؟ لا نشيل إيدنا فضل مرائك. أيوه. ودائما تبدأ من السطر. من السطر دائما. أيوه، مو من فوق أو من تحت، لا لا من السطر. السطر. حلو جدا. يعني يجي أحلى أنا الرسم. أحب هذه الرسمة، هذه اللي توضيحها مهمة. أيوه والبيت باء نفس الشيء يكون إيه واحد اثنين، بعدين هذا ثلاثة ويجي هيك، بعدين حتى تمشي وتلتصق مع كلمة حروف الأخرى. عفارم. حلو يعني جدا. عمليا أسهل ما أكون. لا حلو إيه والجمل كذلك واحد لا هي واحد اثنين ثلاثة، هوني شوية هذا واحد اثنين ثلاثة لازم تكون واحد اثنين ثلاثة هيك. مهم. المهم يعني مو شرط واحد يلتزم بهذه، بس هي مساعدة لواحد يقدر يكتبها أحسن. أيوه. لا مهم، لأنه أنا أوقات موجودة بأي أتساءل كيف قاموس هذا الشيء حتكتبها. بس. واحد يسأل كيف حيكتبها، هي المشكلة. اجتهاد. ايه واحد خاصة الصغار وهذه شلون يكتبوا هاي رسم الحروف تكون بهذه الطريقة هذه. حلو ما جدا. نحن تعلمنا بالانجليزي هذيك الخطوط الاربع خطوط، كان خطين ضيقين وبعدين خط فوق خط تحت، من الاحرف اللي تصعد لي فوق وتصل لهذا الخط الفوقاني، واللي تنزل لي جوا الخط التحتاني هيك. ايه اتذكر لما كنا نكتب اكيد. ونفس العربي نفس الشيء، في كمان الرسومات هاي كيف تكتب الاحرف العربية. بس ايوه احنا من فوق لتحت. ايوه صح. كلها من فوق لتحت. اظن يعني الطاء مو من يعني من السطر لهيك، لا الطاء يعني على كل، بس كل ايه واحد عن طريقته. ايه بس حلوة ايه هاي الطريقة، هاي ايه حلوة. هاي طريقة للي يريد يعني، واللي كيف وحر كيف. موجودة وسهلة الواحد يعرف، لأنه رقمت الخطوات ترقيم واحد. ايوه حلو أيوة جدا. هاي. هذا حلو. احنا نتوقف هنا ابونا، لانه بعدين حيطول علينا، لانه لازم نعم. نراجع الدرس هذا، لازم نراجعه. احنا احنا الشريطين السابقين نخليهم، مو مشكلة. أو هذول تريد تشيلهم أحسن، تحط هذول حتى لا يكون هناك لا، في بلبلة. عليها كثير تعليقات الاولى ابونا. أوكي اجى أوكي عليها تعليقات حلوين. أوكي اجى فهذه تكون ما يعني نخسرش. مراجعة. هاي مراجعة، هاي مراجعة بسميها مراجعة تكملة. للدرس الأول. لأنه مثلا أبونا شوف الحلقة الثانية عليها 56 تعليق.
56 تعليق جاء ما عليها. عرفت هيك صار. ايه، كويس. وجاء عليها 701 مشاهده. لا تخليها لكن ايه وبعدين انا يعني اشير لك انك تشوف تشوف التعليقات، لانه نعم مع ممكن الاسف انا تستفيد ما منها. راجعت. ايه انا هحافظ عليهم، لانه بسبب التعليقات، لانه حلو في حلو في حلو، ما اشوريين كنت اعرف، تدخلوا. ما عرفت هالقد صار بها اسمها 700 ايه واحد. ايه ايه 700 واحد كتير. الشريط، لان انا نشرت اثنين نفس الوقت، فالشريط الثاني اجى عليه اكثر من الاول. بس انا الان حانشر هذا، وبعد بكره حنشر الثاني، فمشان اسمح لمجال اكثر الناس يشوفوه. ايوه عندنا وقت، عندنا وقت. نعم. طيب فاذا ابونا. نتوقف هون، هاي الحلقه ننهيها، ايوه ونشوف في الحلقه القادمه ان شاء الله ناخذ الحركات ايضا. ايوه، الحركات. عفارم عليك، عفارم عليك. ابونا، شكرا على هذا الشرح شكرا لك. المفيد. وبتمنى لجميع المشاهدين يعني ليلة سعيدة، وأرجوكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وأكيد هذه الحلقات حتفيد غيركم. يعني في ناس قالوا إنه هاي مبادرة ممتازة، كتبوا هيك. ناس كتبوا إنه هاي مبادرة ممتازة ونأمل تستمر. نعم فاهم ان شاء علي؟ الله. فيعني إن في شاء منهم. تعرف، حتى عندي صديقة عراقية عايشة في طهران، قالت إنها عايزة أتعلم أشوري. الله. شفت علي؟ ليش لا؟ كل ما إيه يتعلم واحد لغة جديدة أحسن، إيه يكون إيه، ما أكيد. يخسر شيء، ما بالعكس يخسر شيء. يكسب. إيه يقتني شخصية، مثل ما قال المثل البولندي، إيه، شخصية أنا كان جديدة. ودي أعرف 200 لغة لو يطلع بإيدي. أيوة أنا أيضا يعني كان يعجبني لو كان عندي وقت وكان عندي مجال وقتها كنت أتعلم أكثر، بس مع الأسف يعني إيه إيه تعلمت أنا مثل ما قلت لك مرة، تعلمت شوية يوغوسلافي السلافي يعني. أيوه 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 أيوه. فكنت أتكلم مع أصدقائي هناك لما كنا نقرأ، لأن كان فينا عندنا من يوغوسلافيا، من مختلف جمهوريات اليوغوسلافية بوقتها بعد ما كانت انفصلت، كان في طلاب، وكان عجبتني أنا لغتهم حقيقة. فقلت أنا أريد أتعلم، وبعثوا جابوا لي كتب من يوغوسلافيا إلى روما، كنا بإيطاليا، ولسه عندي محتفظ بيها، ودفتر عندي كراس كنت أكتب به الملاحظات. كاتب. حتى عندي دفتر كاتب الياباني، كان عندنا طلاب اثنين يابانيين، أوف. عجبتني. قلت تعالوا شوف، تعالوا قولوا لي اشوف شلون تكتبوا، شنو عندكم الف باء انتم؟ قالوا ايه عندهم 50 الف باء، 50 وحده. أوف. اليابان على فكره عندنا شويه وقت اشرح لك شيء غريب، والصدق اشرح. يابانيين ناس عمليين. تعرف شو مسوين استاذ سامي؟ إيه كل حرف مع حركه، ما عندهم حرف بدون حركه، أوف. حرف مع حركته. فعندهم 51 حرف، 50 هي كل واحدة مع حركة. الواحد هذا شنو؟ هذا اليتيم هو نون فقط، اكو عندهم نون بحركة وعندهم نون بلا حركة فقط. حرف النون عنده نسخة بدون حركة ساكن. أيوه أيوه. وهاي طبعا لما كان انا تذكرت هالشيء لما جتينا بالعراق، كان عندنا سيارات يابانية، واحدة اسم ماركتها هي داتسون. أيوه كنت أيوه. أقول شوفوا بس هذه نون، البقية كلها مثلا تويوتا كلها متحركة، ميتسوبيشي، أيوه مازدا. كان هاي أيوه موديلات السيارات اليابانية كان عندنا بالعراق. أيوه أيوه. بس هذه هذه. فمثلا يقولون هم شلون يكتبوا، عندي كاتبها، عندي دفتري لسه باقي. مثلا يقرأوا هيك: اي او اي، با بي بو بو بي، دا دي دو دو دي. هاي هي. كلش حلوة يعني. وهم أيضا عندهم نوعين من الكتابة: كتابة واحدة لليابانية للأسماء واللغة اليابانية، وكتابة خاصة للأسماء الأجنبية. يعني إذا هم دا يكتب جاء اسم علم، اسم إنسان أو اسم شيء أجنبي، يكتبوها بالحرف الآخر حتى يعرفوا أنه هذا مو ياباني. هاي. والحرف الياباني للياباني يسموه كاتاغانا، والآخر يسموه هيراغانا. فهي كلها كانت تعلمتها، كانت تعجبني أنا، موجودة عندي بالدفتر مرات أراجعها هيك. حلو جدا، حلو جدا. أنا كان عندي صديق هنا، زميلي في العمل، هو سويسري، كان يقرأ ويكتب
الصيني. أوي هذه أصعب شيء. والصيني هذا هو طوله مترين تقريبا الرجل هذا. قلت له انت شو وداك على الصين يا ولدي يا اخوي، وشو وداك؟ قال لي انا لما خلصت التوجيهي يعني الدراسه قلت بدي اختار واحد من اللغتين. قلت له ما هي؟ قال يا العبري يا الصيني. قلت له ليه؟ قال لي لانه هي الدولتين الوحيدين المستقلات في العالم. واو. قال لي اسرائيل والصين بيعملوا اللي يريدوه. شوف فكرة، شوف كيف يقول لك. قال لي بس ايه يعني انا قلت اذا ما بدرس صيني بدي ادرس عبري. لكن انا قلت انه الصين اكبر طبعا صين. فبطبيعه الحال. بس قال لي في العالم لا يوجد الا دولتين مستقلتين ولا الباقيات هي مستعمرات. شوف فكرة إيه؟ عجيب. يقول لك هيك إيه؟ عجيب إيه؟ يقول لك امريكا هي مستعمره اسرائيليه، أي. واوروبا هي مستعمره اسرائيليه. واو. هذا سويسري هذا. هو سويسري. هو سويسري، فاهم علي؟ وهم عندهم ابونا سياستهم مبنيه على 36 تكتيك استراتيجيه. فعندهم قصص قديمه، وهو كتب كتاب عن الاستراتيجيه الصينيه. كل سياستهم مبنيه على حكم. فهو ده رجل كان خطير جدا الولد هذا. كان يعلم الصيني في الجامعات، تعرف يعلم الصيني في الجامعات. عظيم هذا. وهذا كان لما كان يروح البرلمانيين السويسريين الى الصين ياخذوه معاهم مشان مترجم. فاهم علي؟ يترجم لهم، لانه ما كانوا يثقوا بالصينيين. ياخذوه هو. بس اذا تشوفوا تفكروا درويش ابونا، فكروا درويش. فيوم لازم يعطي محاضرة في قاعة كبيرة، وحاطين على الباب حرس 2. شافوه جاي قالوا له لا ده مش إلك. قال لهم ليه؟ قال لا هذا واحد اسمه هيك فون سنجر. قال له مين هذا؟ قال له ما بنعرف بس مش إلك. فرجعوا بالهوية تاعته اسمه هيك. يعني شكله ما كان يتوقعون يكون شكله هيك. إذا تشوفوا تفكروا درويش. درويش كبير. بس شيء هذا دائما كائن يعني يحب صداقتي، دائما يحب صداقتي. لما نروح على الغداء دائما يجي معي. يريدني كثير هذا الشاب. بس كان عبقري. وعندي كتابه عن الحكمة الصينية، كيف يديرون البلد على أساس حكم عندهم. على كل أبونا يعني أهو عشان يعني تستمتعوا باللغات. هيك احنا فقط نتكلم بهذا الأمر. على فكرة أنا أبونا كمان بدأت أتعلم اللغة الفارسية. جميل. لكن ما كان عندي وقت، ما كان عندي أعرف كم من كلمة وبس. أنا الآن أتندم على شيئين في حياتي، إني ما بفهم عبري وما بفهم سرياني. فعلا هذين اللغتين أنا متأسف جدا إني ما تعلمتهم. إن شاء الله تتعلم السرياني، تتعلم إن شاء الله خلال السنة القادمة إن شاء الله، قبل ما تخلص السنة وتتكلم تعرف. لأن لو كنت أعرف سرياني وعبري يعني بتصير طبعة العربية للقرآن لا غنى عنها. صحيح. فعلا لا غنى عنها. بس يعني أهو بفضلك وفضل أستاذنا وفضل الآخرين. يلا أبونا يلا رمشة بريخة وليلة سعيدة. شكرا لك ولكل المشاهدين أيضا. شكرا. إحنا نعمل حلقتين في الأسبوع إذا تريد ولا كيف؟ كيفك 2 3 كيفك؟ 2 ما نكثر على الناس. 2 3. نعم. أو 3 حتى ماشي. أنا ما عندي شيء. أنا واحد يخلي مجال بين حلقة وحلقة حتى الناس يقدرون يراجعوا ولو موجودة هي كيفهم شو ما يريدون يرجعون عليها. مشكلة هذه. يلا أبونا أنا بديك خليك معي. أيوة.